مرحبا بكم. لا ترموا قشور الموز، فإن لقشور الموز العديد من الفوائد لشعرنا. من أهمها أعزائي المشاهدين يزيد من طول الشعر ويسرع من نموه، وكذلك فإنه يزيد من كثافة الشعر، يعالج الشعر الباهت ويعطيه اللمعان والبريق الفريد، يرطب كذلك فروة الرأس ويغذيها، ويمنح الرطوبة للشعر الجاف وكذلك التالف، وبالتالي يمنحه الليونة، يزيد من نعومة الشعر وغزارته، يقوي الشعر ويحميه من الجفاف والتقصف، يساعد في نمو بصيلات الشعر الجديدة. كل ما علينا أعزائي المشاهدين هو وضع قشور الموز تحت أشعة الشمس عدة أيام حتى تجف تلك القشور تماما، وبعد أن تنشف نطحنها بالمطحنة الكهربائية طحنا ناعما جيدا حتى تصبح كالبودرة، ثم نضع مطحون القشور في طبق ونضيف إليه القليل من زيت الزيتون والقليل من زيت الخروع والقليل من المايونيز، ثم نقلب بعد ذلك المكونات جيدا، وبعد تقليبها سنحصل في النهاية على ما هو أشبه بالمعجون أو العجين. نضع كمية مناسبة من هذا العجين على شعرنا وندلك شعرنا من الجذور وحتى الأطراف، ثم نرتدي كيسا بلاستيكيا على رأسنا لمدة نصف ساعة، وبعد مرور نصف الساعة تلك ننزع الكيس من على رأسنا ونغسل شعرنا بالماء والشامبو. ستلاحظون أعزائي المشاهدين أن شعركم أصبح ناعما جدا وكأنكم قمتم باستشواره. عليكم استخدام هذه الوصفة مرة واحدة فقط كل أسبوع. ستلاحظون بعدها أن شعركم أصبح كثيفا وجيدا وقويا وناعما ولامعا. لا تحرمونا أعزائي المشاهدين من دعائكم.